أنا حوت الأوركا، أعيش مع عائلتي ونتعاون للصيد. أنا التمساح، جلدي سميك يحمي جسمي وأعيش في الماء واليابسة. أنا الضفدع، أعيش في الماء واليابسة وأقفز بأرجل قوية. نحن سمك الزينة، ألواننا تحمينا ونسبح بخفة. أنا الثعلب، أذناي الحادتان تساعداني على السمع، وذيلي الكثيف يحافظ على توازني. أنا الفيل، أذناي الكبيرتان تساعدني على تبريد جسمي. هكذا أتكيف وأعيش، وخرطومي يساعدني على الشرب والتقاط الطعام. هكذا أتكيف وأعيش. أنا نبات الصبار الصحراوي، تنتشر جذوري لمسافات بعيدة في التربة لامتصاص أكبر كمية من الماء، وحتى أخزنها في الساق. وأوراقي شوكية مغلفة بطبقة شمعية تمنعني من فقد المياه المخزنة. أما أنا من النباتات المائية التي تعيش على وجه الماء، وجذوري تكون ضعيفة، أما أوراقي شريطية مرنة حتى لا تتضرر بالتيارات المائية. هكذا أتكيف وأعيش. تتكيف لتعيش. كتبت آمال في مجلة الحائط المعلومات الآتية: تتكيف الكائنات الحية مع الأماكن التي تعيش فيها، فنبات الصبار الصحراوي تنتشر جذوره لمسافات بعيدة في التربة لامتصاص أكبر كمية من الماء وتخزينها في الساق. أما أوراقه فهي شوكية مغلفة بطبقة شمعية تمنع فقد المياه المخزنة. بينما النباتات التي تعيش في الماء جذورها ضعيفة وأوراقها شريطية مرنة حتى لا تمزقها التيارات المائية.